تخيل معايا عزيزي المشاهد، واش ممكن اننا نشوفوا عز الدين اناحي في شي دوري جديد هذا الصيف بالضبط؟ فراه كاين واحد الخبر فراه صادم اخواني اخواتي، وهذه التحركات ديال ياسين بونو في السوشيال ميديا حاليا وداك الشيء اللي كيرميه في السوشيال ميديا، واش هي ميساج لشي انتقال كبير جاي في الطريق؟ هذا الشيء اخواني اخواتي كامل واقع فاش كاين صداع في مدريد ومورينو داخل حتى هو على الخط مع المنتخب الوطني المغربي ديالنا. هذا الفيديو ماشي غير اخبار، هذا الفيديو هو الكواليس اللي ما قالوهاش ليك في المواقع وفي الاخبار وبطبيعه الحال في القنوات الاخباريه. واش هذا الشيء بصالح الكره المغربيه ولا غيضيعوا بطبيعه الحال لينا الدراري وغادي نمشيو في طريق اللي ما هياش؟ فبقاو معايا حيت غنحلوا هذا الشيء نقطه بنقطه وبطبيعه الحال وغادي نشرحوا كل كبيره وصغيره. دابا يا اخواني اخواتي نبداو باناحي بالضبط، فهاد الولد اللي فرحنا بزاف وبزاف دابا على حساب ما كتداول في التقارير الاخباريه اياكس امستردام. اخواني اخواتي نعم، اياكس امستردام العملاق الهولندي فحاطين عينيهم عليه من بعد ما دار ماتش كبير قدام المنتخب الهولندي في كاس العالم، فكيهضروا على 20 مليون ديال اليورو ولا الشرط الجزائري اللي واصل ل 25 مليون. يعني اما يعطيو للفريق ديالو 20 ديال المليون ديال اليورو وغادي يعطيهم اللاعب كعقد بيع وشراء، ولا غادي يخلصوا الشرط الجزائي وغادي ياخذوه بزز منهم. فشوف عزيزي المشاهد، فاياكس ماشي اي فريق، هي مدرسه ديال الكره. ما كاينش اللي ما كيعرفش اياكس امستردام اللي كان فيها اصلا زياش. ولكن اخواني السؤال اللي خاصنا نطرحوه حاليا، واش اناحي محتاج انه يمشي دابا في هذا الوقت ولا يكمل مع مارسيليا؟ فالمثير فالموضوع هو مارسيليا اخواني، حيث على حساب ما كيقولوا على حساب ما كيتم التداول ديالو هما كيتسناو هذه الصفقه غير باش انهم يرجعوا واحد النسبه من الفلوس اللي خلصوا فيها اناحي. يعني اخواني المساله ولات بيزنس، خاصهم يبيعوه الاجاكس باش انهم ياخذوا واحد 30%، يعني غادي توصل حتى ل 10 المليون تقريبا 8 مليون ديال اليورو بطبيعه الحال غير باش يردوا اناحي. واش هذه القفزه يا اخوان ديال اناحي غتكون بطبيعه الحال هي القفزه ديال المسيره ديالو غنشوفوا اناحي كيف ما بغيناه؟ فهذا الشيء اللي غادي نعرفوا اخواني اخواتي. دابا نمشيو لواحد اللغز اللي محير العشاق ديال بونو. فالحارس ديالنا الكبير من بعد ما شفناه وهو كيلعب مع الابن ديالو في الشوارع ديال الدار البيضاء قدام المره بواحد الشعبيه كبيره، السيد راه متواضع لواحد الدرجه كبيره اللي بطبيعه الحال العقد ديالو مع الهلال حتى ل 2027، يعني العقد ديالو مازال ساري. فجاه اخواني كاع الناس اللي لقاتو داير فولو للحساب ديال فنربخشة التركي، كاين اللي قال لك هذه مجرد صدفه. فبطبيعه الحال كيفاش انه داير لايك فقط لفنربخشة التركي وحاليا ما كانش دايرو قبل المونديال؟ فهذا الشيء كيبين بانه فعلا كاين اتصالات مع فنربخشة التركي. وكاين اللي قال لك لا، هذه بدايه ديال المفاوضات، يلاه بغى يبدا يتفاوض. فبونو اخواني حارس من طينه الكبار، فنربخشة محتاجين حارس كبير، التعويض ديال الحارس ديالهم اللي باغي يمشي حتى هو. واش هذه صدفه اخواني؟ ما عندهمش حارس، بونو حتى هو باغي ينتقل من الهلال. واش بونو باغي انه يغير الاجواء ولا غير اشاعات ديال السوشيال ميديا؟ اخواني اللي نقدر نقول لكم هو ان بونو ديما كيعرف انه يختار الوقت المناسب. وحسب ما تداولوا بعض الصحف التركيه فالنادي مهتم فعلا واش بونو يقدر انه يخرج من السعوديه. هذا الشيء اللي غيبينوه لنا في الايام القليله القادمه. اخواني اخواتي ابراهيم دياز ايضا هذه الموهبه اللي كنفتخروا بها كاملين، فدابا مورينو جا لمدريد وكل شيء كيسول واش دياز غيلعب ولا غيتم التهميش ديالو. فجوزي مورينو هضر مع دياز في الاول ديال قبل ما يدخل المونديال، فقال لي انا غادي نعتمد عليك، ولكن مورا المونديال ومورا داك الماتش الكارثي اللي داروا قدام فرنسا واش فعلا جوزي مورينو سبيشال وان غادي يعتمد على دياز؟ معروف بطبيعه الحال مورينو بالقرارات ديالو اللي تقدر انها تكون صعيبه، فدياز موهبه ما خاصهاش انها تضيع في دكه الاحتياط. فهذه وجهه نظر، ولكن الواقع يا اخواني كيقول ان المنافسه في مدريد غتكون قاصحه بزاف هذا العام، خصوصا الا جابوا اوليسي اللي غادي ممكن انهم يحطوا فيه 200 مليون، راه ما غتبقى حتى شي بلاصه لابراهيم دياز، وممكن اننا نشوفوه غيمشي لليوفي فعلا. شكرا لكم اخواني والسلام عليكم.